تفتكر ينفع أب يعمل أبشع جريمة لا يمكن تيجي في بالك ومع أقرب حد ليه في حياته؟ اللي حصل في القرية دي مش مجرد جريمة وبس، ده قرف العقل يرفضه. والمصيبة كلها بدأت بكلمة غريبة البنت قالتها لأبوها. يا ترى الكلمة دي كانت إيه؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. أهلا بيكم، أنا الكاشف، وده برنامج عبرة في حكاية. في قرية في الفيوم كان في عيلة بسيطة مكونة من أب وأم و3 بنات. الأب اسمه زغلول وكان في أواخر الخمسينات، والبنت الكبيرة اسمها فرحة وكان عندها حوالي 19 سنة. جه شاب كويس من البلد وخطف فرحة. الشاب على قد حاله بس يقدر يفتح بيت ويصرف عليه، بس الفرحة ما كملتش. بعد الجواز فرحة راحت تعيش في بيت أهل جوزها، وده العادي وموجود في معظم عائلات الريف. وعاشت فرحة مع جوزها كام شهر، وبعدين هو سافر عشان شغل. في الأول فرحة كانت متقبلة فكرة سفر، وخصوصا إنها لسه عروسة جديدة وما قالتش أي حاجة. بس مع الوقت بقت تحس بالضيق والخنق من إن جوزها بعيد عنها. حس إنها ما خدتش حقها من السعادة الزوجية وما عاشتش معاه زي ما كان بتحلم. وفي مرة قالت له: أنت ليه ما بتجيش؟ أنا وحيدة هنا ومحتاجالك. بس مع الوقت فرحة حست إنها بقت خدامة في بيت أهل جوزها. حياتها كلها بقت عبارة عن تنفيذ لطلبات حماها وحماتها، وده خلاها تحس إن جوازها ملوش أي معنى. ولما لقت إن محاولاتها عشان تقنعه يرجع كلها فشلت، غضبت ولمت هدومها ورجعت بيت أهلها تاني. لكن اللي استناها بعد كده كان كابوس، مع العلم إن جوزها حاول كتير يرجعها بس كل محاولاته فشلت. رجوع فرحة لبيت أهلها كان مضايقها قوي، لأنها كانت شايفة إنها بالعافية لقت لنفسها حياة بعيدة عن المشاكل المستمرة بين أبوها وأمها. لكن لما رجعت لقت الوضع ما اتغيرش. أبوها زغلول دايما كان عصبي وصوته عالي، وما بيفوتش فرصة عشان يعمل خناقة مع أمها على أتفه الأسباب، وكأنه بيدور على أي حاجة للخلاف. وفي يوم من الأيام قعدت فرحة مع أبوها وحاولت تتكلم معاه عشان ينهي الخلاف المستمر اللي بينه وبين أمها، لكن رد عليها بكلام أغرب مما تتخيل. قال لها: يا فرحة يا بنتي، انت دلوقتي كبرتي وبتفهمي معنى الحياة الزوجية، وأكيد هتستوعبي اللي هقولهولك. مش هخبي عليك يا بنتي، أنا صحتي كويسة ولسه ليا متطلبات، بس أمك بتحرمني من حقوقي الشرعية وفاكرة إننا كبرنا وما بقيناش محتاجين للحاجات دي. وبعد ما أبوها خلص كلامه فضلت فرحة ساكتة للحظات بتفكر في كلامه بصمت، وبعدين قالت له الجملة اللي قلبت حياتهم لجحيم: متزعلش يا بابا، لو الأم قصرت البنت تسد مكانها. زي ما سمعت كده. بعد الكلمتين دول الأب خرج من الأوضة وهو غرقان في أفكاره، بيسأل نفسه هي كانت تقصد اللي قالته ولا كان ليها قصد تاني. وبعد يومين الأب حاول يقرب من فرحة عشان يختبر اللي كان بتقوله، وهنا كانت الصدمة الكبيرة. فرحة استجابت له وبدلته نفس الأفعال، ومن اللحظة دي كانت بداية الانهيار. سيطرت عليهم شهواتهم ونسيوا كل حاجة، نسيوا ربنا ونسيوا بشاعة اللي بيعملوه. واستمرت العلاقة القذرة دي بينهم في السر لفترة طويلة، لحد ما جه اليوم المشؤوم. الأم صحيت من نومها وخرجت من اوضتها اللي كانت نايمة فيها مع بناتها الصغيرين، وفي اللحظة دي سمعت صوت جاي من أوضة فرحة، فقررت تطمن على بنتها. ومفيش لحظات إلا لما أدركت إن جوزها زغلول هو اللي كان مع فرحة في الأوضة. الأم جريت ناحية باب الأوضة وفتحته بسرعة علشان تتفاجئ بالمنظر البشع قدامها. انهارت الأم من الصدمة وصرخت بأعلى صوت، مش مصدقة اللي بتشوفه. وبعد ما فاقت من الصدمة افتكرت إن جوزها هو اللي استغل بنتها وأجبرها على الفعل ده، وخصوصا إن خلافاتها معاه دايما كانت بسبب رفضها إنها تديله حقوقه الشرعية. لكن الكارثة الأكبر كانت لما اكتشفت إن فرحة بتعمل الفعل ده برضاها وسعيدة بيه، وقالت لأمها: طالما انت مقصرة مع أبويا أنا هسد مكانك، وبكده نضمن إنه ما يبصش بره البيت. الأم ما صدقتش اللي بتسمعه. هو في قذارة توصل لدرجة دي؟ الأم حاولت تنصحهم كتير كذا مرة، بس للأسف زاد فجورهم وما بقوش يعملوا كده في السر، لأ بقى يعملوا ده في عز النهار. ولما الأم هددتهم إنها تفضحهم كان رد فعل زغلول بكل وقاحة: محدش هيصدقك وهيقولوا عليكي مجنونة. هو في حد عاقل يصدق إن في علاقة بيني وبين بنتي؟ بعد محاولات كتير من الأم عشان توقف الجريمة البشعة دي، الأم لقت إن مفيش حل ليهم وقررت تهرب من البيت القذر ده. خدت بناتها الصغيرين وسافرت على القاهرة، وسابت وراها مستنقع القذارة اللي غرق بيتها. بدأت تشتغل هناك عشان تصرف على بناتها، ومن أسباب هروبها كان خوفها إن جوزها يكرر نفس فعلته مع بناتها الصغيرين، لأن راجل مريض زي ده ممكن يكرر نفس الجريمة معاهم زي ما عمل مع بنته الكبيرة. وعلى الرغم من إن الأم سابت البيت، استمرت الحياة بين فرحة وزغلول كأن مفيش حاجة حصلت. قدام الناس هو أبوها، وبينهم كانوا بيتعاملوا كأنهم زوجين، لكن ربنا يمهل ولا يهمل. في بداية 2022 اكتشفت فرحة إنها حامل. جريت على أبوها وصدمته بالخبر وقالت له: هنعمل إيه دلوقتي؟ لكن زغلول بمنتهى القسوة رد عليها وقال لها:
لازم تتخلصي من الحمل ده فورا. لكن الأوان كان فات وما بقاش ينفع يعمل إجهاض، لأن ده هيبقى فيه خطر على حياته. فاقترح زغلول حل تاني: كملي الحمل عادي وبعد الولادة هنتصرف في الطفل. في الشهور الأولى من الحمل فرحة كانت بتتعامل عادي مع الجيران، يعني الحمل ما كانش لسه ظاهر. لكن لما بطنها بدأت تكبر اختفت عن الأنظار تماما، وفضلت محبوسة في البيت لحد ما جه ميعاد الولادة. وفي يوم الولادة زغلول خدها للوحدة الصحية، وهناك استقبلتها الممرضة وسألتها عن جوزها. فجاوبها زغلول بكل برود: جوزها ده مسافر، أنا المسؤولة عنه. فرحة ولدت طفل سليم معافي، وزغلول استلم الطفل الرضيع ومعاه شوية مستلزمات طبية من الممرضة. وبعدين خرجوا مستعجلين كأنهم حرامية خايفين حد يشوفهم. ولما وصلوا البيت قعدوا يفكروا ازاي يتخلصوا من الطفل. بس زغلول خد الطفل بين ايديه وقعد يفكر ويقول لنفسه: بعد السنين دي كلها بقيت اب الولد بعد ما كنت محروم من الاولاد. بس للاسف ما اقدرش اعترف بيه. وبعد ما خلص تفكيره الشيطاني اخدت فرحة الولد واتخلصت منه فورا من غير رحمة ولا مشاعر، وبقلب ميت مليان شر كتمت انفاس الطفل بايديها. وما كانش لرضيع اي ذنب غير انه اتولد لام اقل ما يقال عنها انها شيطان. وعشان تتاكد من موته خرجت جوانتي من الشنطه ولفته حوالين رقبه الطفل لحد ما قضت عليه تماما. وبعدين ناولت جثته لابوها عشان يكملوا سوا الخطه القذره. زغلول خد الطفل ولف حجر حوالين وسطه وحطه جوه كيس بلاستيك ومعاه كل الاغراض اللي كانت في الشنطه. وبعدين خرجوا الاتنين لحد ما وصلوا للمصرف الاراضي الزراعيه. وقفوا الاتنين يتلفتوا حوالين بعضهم يراقبوا المكان يمين وشمال، خايفين يكون في حد شايفهم، لكن نسيوا ان ربنا شايفهم. وبمنتهى السرعه زغلول رمى الكيس في المصرف، ولما اتاكد تماما انه غرق واختفى تحت الميه خد بنته ورجع البيت بسرعه. وفي سبتمبر 2022 وبعد كام يوم ظهر كيس اسود على سطح الميه، فلفت انتباه كام شخص وطلعوا الكيس من الميه واتفاجئوا بجثه طفل متوفي جواه. وعلى طول تم ابلاغ الشرطه واتحركت قوة أمنية لمعاينة المكان وإجراء التحريات. ومن ضمن إجراء التحريات تم البحث في كل الوحدات الصحية اللي في القرية اللي جنبهم عشان يعرفوا آخر عمليات ولادة تمت في خلال الأيام اللي فاتت. وبعد التحريات تم التواصل لفرحة وأبوها زغلول، فاستدعتهم النيابة العامة للتحقيق. وبعد الضغط عليهم واستجوابهم اعترفوا بالحقيقة. لكن فرحة حاولت تهرب من المسؤولية وادعت إن أبوها أجبرها على قتل ابنها عشان خايفة منه. لكن شهادة الشهود الثلاثة الأم وإخوات فرحة كانت صدمة، لأنهم أكدوا كلهم إن فرحة كانت راضية تماما عن العلاقة الغير شرعية بأبوها، وإنها كانت بتمارسها بإرادتها من غير أي إجبار أو تهديد منه. وبعد تشريح جثة الطفل اتضح للنيابة العامة إنه تعرض للخنق الأول بالإيدين، وبعدين تم استخدام جوانتي طبي لخنقه مرة تانية عشان يضمنوا موته. لكن القضية ما خلصتش عند كده، فجرت مفاجأة جديدة بعد إجراء تحليل DNA للطفل. اكتشفوا ان الطفل ما كانش ابن زغلول، وهنا كانت الصدمه الكبرى. واول ما زغلول عرف الحقيقه اتجنن وقعد يصرخ بصوت عالي هز قاعه التحقيق. بس المضحك والمبكي في نفس الوقت كان في انفعاله الغريب، لان فرحه خانته وباعت شرفها وعملت علاقه مع راجل تاني، كانه كان متوقع انها تفضل وفيه ليه بعد كل الجرائم اللي عملوها. وفي 28 مايو 2023 وبعد الاطلاع على كل ادله الاتهام واعتراف كل من المتهمين فرحه وزغلول بارتكاب الجريمة اللي شملت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإضافة لجريمة زنا المحارم، قضت المحكمة بالحكم عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة. الشهوة لما بتسيطر على الإنسان بتنسي دينه وأخلاقه وإنسانيته. مفيش جريمة أبشع من إن الإنسان يخون أمانة ربنا فيه ويتحول لوحش بلا قلب ولا ضمير. مهما طال الزمن الحق بيظهر والعدل بيتحقق، ربنا بيمهل ولا يهمل. يا رب نرجع نقرب من ربنا تاني، لان كل الجرائم دي من علامات الساعه. واكتبوا لي رايكم في التعليقات، تفتكروا ايه اللي كان ممكن يمنع الجريمه من الاساس. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج ابرة في حكايه. سلام عليكم.